طبعا الامريكان عندهم استخبارات واحد يعرفون ما يحدث بالضبط. وانا متاكد حتى الغنوشي يعني ينقص في الارقام بتاع التنميه، لانه متاكد يفوت العشرة، لكنه يقول فقط 2 و 3% فقط. بالضبط. اذا ثم استراتيجيه دوليه، نحن نذهب ضحايا كما قالوا لنا ثم ملائكه خضر في افغانستان الاتحاد السوفيتي مشوا شباب وفت الاستراتيجيه ذيك سقط الاتحاد السوفيتي ما عادش ثم ملائكه انتهت، ثم توظيف. اذا لابد نرى الخريطه انه ثم صراع كبير بين هذا المحورين. الهند تحقق في التقدم الاقتصادي، البرازيل، جنوب افريقيا. تعرف علاش عطيتك الدول هذه؟ لان الدول هذه رفضت التدخل العسكري في سوريا عن طريق مجلس الامن، عن طريق الفصل السابع مجلس الامن. نعم. روسيا استخدمت حق الفيتو، الصين لاول مره في التاريخ تستخدم حق الفيتو ومرتين، لانه الفيتو الروسي وحده كان يكفي. ثم الهند قالت لا، البرازيل قالت لا، جنوب افريقيا قالت لا. هذه الدول ما يجمع بينها ان تحقق في نمو اقتصادي كبير، بينما الاقتصاد الامريكي يعيش ازمه بنيويه وازمه انكماش الى اخره. لكن في مالي والى اخره ثم تناقض الان بدانا نلحظه خاصه في مالي الفرنسي الامريكي. ثم فكره معناها انا تخامرني كما يقول، وحبيت ناخذ رايك فيها. لو تشوف انت مثلا كل المسائل اللي قاعد تصير من حيث الارهاب وتمركز المجموعات الارهابيه، عندك في تونس على الحدود الجزائريه، في شمال مالي على الحدود الجزائريه، وفي ليبيا على الحدود الجزائريه، وكانما المخطط القطري السعودي هو ضرب الجزائر لجرون مورسو، لانه اذا يطيحوا الجزائر في المغرب العربي يطيح الكل بالتاكيد. هل عندك معناها شو رايك في هالافتراضيه الهيبوتيز دي؟ صحيحه جدا. احنا تعرف ماذا يعكس الدول، يعني ايرادات الدول السياسيه اعلامها. وقت العربيه او جريده الحياه تتبنى الجيا وتحط في الصفحه الاولى كانها متبنيتها. وقت الجزيره تتحدث ما يحدث في الجزائر، وتوهم عملوا قناه في لندن. نعم. يمولها امير قطر مهمتها صباحا مساء تتحدث عن الجزائر طبعا بشكل سلبي. اسمها هذه القناه المغاربيه. المغاربيه انا استدعوني 4 5 مرات، يعني في اصدقاء خطهم او تحليلي العلمي الموضوعي ما عجبهمش، ما عادوش يستدعوني، هم طبعا احرار. لكن وهذه موجهه للجزائر، موجهه، هي اسمها المغاربيه لكن موجهه صباحا مساء للجزائر، واضح للتنميه القطري لزعزعه الجزائر. انا اعرفهم مليح الجزائريين، اشتغلت عليها 20 سنه، يعني خدمت على الجيش الجزائري، على جبل سلمي الانقاذ، على ما يحدث الى اخره. هم يصطدموا بشيء اساسي هو الوطني. ثم وطنيه في الجزائر، الوطنيه ربما اكتسبت من حرب التحرير، حتى نختلفوا في بعضنا كما معاويه وعلي. ما تجينيش انت من برا. ثم الجيش الجزائري اصبحت له تجربه كبيره جدا في التعامل مع هذه الجماعات الى اخره. ثم الجزائر عندها فائض مالي ما تحتاج لهمش، يعني عندهم حوالي 150 مليار يورو يعني في الخزينه الى اخره. لكن يحاولوا باي شكل زعزعه الاستقرار الجزائري، لانه واضح انه المستهدفين هم كانوا العراق، صدام حسين، سوريا، ليبيا، الجزائر. وهنا نقول لهم سياسة الكيل بمكيالين لم تعد تنطلي أحد، لأنه حدث في ليبيا وفي سوريا تدخل عسكري خارجي ضد النظام. في البحرين حدث العكس، تدخل عسكري خارجي لحماية النظام. دخلت قوات درع الجزيرة بقيادة السعودية في البحرين باش تضرب ثورة سلمية هادية، تضرب مدنيين، وأمام النظر القواعد العسكريه الامريكيه في البحرين وفي الظهران الجويه الامريكيه في السعوديه والعيديد والسيناء. هنا حدث نفاق كبير والكيل بالمكيالين، فخرجنا من الربيع العربي كديناميكيه داخليه كثورات مغلقه لا يتدخل في الشؤون احد، الى سايكس بيكو جديد، الى تقسيم المنطقه بشكل جديد، الى شرق اوس جديد، الى تحكم جديد. هذا متاعنا ندافعوا عليه ونخلوه يبقى رغم انه شيخ امي بدوي الى اخره. وهذا يذكرنا يعني بمعاهده عبد العزيز ال سعود مع روزفلت في على الباخره كروزي في البحر الاحمر، قال له البترول مقابل حمايه الامن العائلي، احنا نحموك على كراسيكم وعروشكم وانتم تعطونا البترول بيتدفق بدون حدود. اذا الجزائر او النفط والغاز الجزائري نسبيا مستقل، لانه لما تشوف لوبيك ما هي الدول التي تسعى الى رفع سعر البترول، هي ديما فنزويلا ايغو شافيز عملوا عليه محاوله انقلاب سياسي رغم انه نجح ديمقراطيا، والجزائر وكان نسبيا القذافي والعراق قبل الى اخره. هذه الدول التي تصارع في الاوبك من اجل رفع اسعار، وايران طبعا احسنت، ايران من اجل رفع اسعار البترول، في مقابل دول كما قطر والسعوديه تاخذ اوامر مباشره غرق السوق بالانتاج. حسب رايك انت انه استهداف الجزائر يعني بدءا بالمجموعات الارهابيه والسلاح الجوي الاعلامي
يعني هو يستهدف السيطرة على منابع النفط. طبعا منابع النفط والغاز في إطار استراتيجية، إطار استراتيجية محاربة روسيا والصين. ما تنساش إنه الجزائر منذ الاستقلال اليوم لا تشتري إلا السلاح الروسي. ما عندك الميغ والسوخوي الدبابات الروسية، حتى فرنسا وعملوا علاقات وفعلوا المستحيل ما نجموش يبيعوا السلاح بتاعهم، ما نحكوش على الامريكان. فالجزائر لا تشتري الا السلاح الروسي. البراجات والسدود والطرقات كل من يقوم بها في الجزائر الصينيين احسن، لانه هي الافضل في الواقع من حيث الاسعار. الاسعار تنافسيه جيده جدا بنفس الكاليتي، يعني بنفس الجوده. فاذا الصين وروسيا مستفيدتان جدا من الاقتصاد الجزائري في اطار تعامل، بينما امريكا والقوى التقليديه لم تجد يعني مكان لها في الكعكه الجزائريه كما يجب. فهنا يتم التوظيف، لأن المشكلة هذا الشباب اللي قاتل في سوريا يتم التلاعب به، أو التلاعب ايديولوجي. يقولوا له يكلموا شيوخهم في السعودية وفي قطر ثم ملائكة خضرة تقاتل، امشي. تبدا قصص وخيالات وملك ونزل والى اخره. اليوم تنتهي المعركة وفت ما عادش ثم ملائكة. لما تكون معركة ضد إسرائيل أو ضد أمريكا ما ثمش ملائكة، ملائكة تنسحب لا خضر لا صفر، تنتهي المعركة. لأن هم يوظفوا. لماذا قلت لك؟ لأنه لما تكون استراتيجية دولية عندها الجيوش، عندها أجهزة استخبارات، عندها الدول التي تعمل لها، والدول التي تعمل لها عندها شيوخها يأجوا. أنا نشوف في سوريا في الشعب، طيب في سوريا هذا يوسف القرضاوي يقول اقتلوا على بعض مدنيين وعسكريين فلا فرق. بابا الفاتيكان المسيحي الكاثوليك يقول يا سوريين احقنوا دماءكم. وحل السلم يحقنوا دماءكم، دماء تسيل. فلماذا يقول الشيخ عرعوري الى اخره هذا يؤجج في القتل؟ لانه جتهم اوامر من الملوك والامراء، هم المتعهدين الثانويين، والملوك والامراء جتهم اوامر من يتحكم فيهم. كل ما يحدث في المنطقه من الممكن فهمه وتفسيره بان امريكا فكرت كالتالي: بعد نهاية الاتحاد السوفيتي سيطرت على العالم لمدة من الزمن، لكن إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، الصين بهذا التصاعد وروسيا بهذا التصاعد، بعد 20 سنة ستصبح ربما القوى الاقتصادية الثانية، إذا ستخسر كثير. فهي تريد أن تسيطر على المنابع النفط، وتريد أن تسيطر على منابع الغاز، وتريد أن تهيئ نفسها للمعركة القادمة ضد العمالقة. إحنا رانا العرب مشينا في الرجلين. هذا أنا يوسف القرضاوي أنا بفتي إلى الحلف الأطلسي لقصف ليبيا، ومن أنت يعني في إطار هذه الاستراتيجية الدولية في صراع العمالقة، الدول الكبرى التي تريد أن تهيمن على العالم. هذا لاحظنا لهذا السبب أمريكا هذا النظام يسقط، هذا النظام لا يسقط، هذا النظام يسقط، هذا النظام لا يسقط. ثم الأنظمة التي اهترت كما مبارك وبن علي تعويضها بالحليف الجديد بتوصية بريطانية بتأثير بريطاني على أمريكا وهي الإخوان المسلمين. على هذا المستوى تعتقدش انه تو الامريكان والغربيين بشكل عام بدوا يتفطنوا انه اخطاوا خطا فادحا في معناها تقريبا تشجيعهم على تولي